محمد ما كانتش ظروفه الماديه سيئه، تمام؟ مبسوط هو انا ده انا سايب لهم 40,000 جنيه في البيت لما يعوز فلوس ياخد. هو ده كان بيصرف على مش عاوز اقول لك يعني حماده ظروفه الماديه كان سافر مصر، ده كان بيصرف على في الحزب على يا ابني. انا بساله مره يا حماده يا ابني انت معرض نفسك للموت كل يوم ليه؟ بيدوك فلوس؟ قال لي يا بابا ده انا بصرف بايدي. ويمكن كلكم تعرفوا الكلام ده، يمكن زمايله كلهم يعرفوا الكلام ده. يا جوز اخته تعالى انت قلت لي يا محمود بقول انا عاوز اجيب هديه لابني. الراجل ده بيقول انا عاوز اجيب ليه يا عم؟ زعلان من زعلان بيشتكي لي. قلت له زعلان ليه؟ انا عاوز اجيب هديه لابني. ابنك مش بيخليني اجيب له هديه، بيجيب له حاجته من امريكا، بيجيب له لبسه. وكمان عم نبيل، الناس اللي ما تعرفوش ان هو كان مسؤول كمان لجنه الاعاشه في اعتصام التحرير واعتصام الاتحاديه، وهو كان في والله العظيم وزع اكل على العساكر اللي قتلته، وزع عليهم اكل. كان في لجنه تنظيم الاعاشه في التيار الشعبي على مستوى مصر كلها. محمد نبيل وكان بيساهم بالمجهود البشري والمجهود المادي، وكان محمد كان بيلف دول العالم، ما كانش محتاج حاجه من مصر. ده حقيقي. طب اخر سؤال، هل فعلا هو من الناس اللي انتخبوا محمد مرسي؟ لا ده ما انا ما انتخبتش محمد مرسي برضه. لا محمد، وما كنتش اتمنى ان محمد مرسي يمسك البلد، لان في ناس خبراء عندها فكره يعني ايه اداره بلد. انا كنت مدير عام وعارف الكلام اللي بقول لحضرتك عليه. مش اي حد يصلح انه يكون مدير، دي بلد مصر، مش اي حاجه. ماشي يا باشمهندس، الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا، شكرا.